اللي تتكلم عن بيبلوس في مجموعة سبورتنج فريق مخيف. الفريق اللبناني فريق مخيف. في هذه المجموعة مباراة قادمة بعد الثالثة الشارجة ودي لاسال حتكون يعني هذه المباراة لو انتهت بهذا الشكل، لان خلي بالك ان فريق تل الدرة لو خسر خلاص طلع برا الحسبة. حتكون مباراة الشارجة ودي لاسال هي مباراة قمة، اللي يكسب فيها يذهب على طول للمربع، والذهاب الى المربع ضمان طبعا حتضمن ميداليه. فلذلك نتمنى من الملك الشرجاوي صاحب اللقب في النسخه الاولى وبعد ذلك اللي تألق في النسخ الست الماضيه ان يكون متواجد هذه المره على منصه التتويج الملكي. في السله عاذرينهم. ونبغيها يعني حتى بالذهب، نقول للملكي نبغيها للذهب، نفرح شيوخنا ما فيش كلام. البطولة حلوة والتجمع حلو والمنافسة روعة، لكن الفوز بعد له طعم، لأن شوف الرياضة أصبحت مصدر للسعادة. تخيل عزيزي المتابع أن الرياضة نعم أصبحت مصدر للسعادة في الشعوب. يعني شفنا الشعب الأردني أول أمس من خلال بطولة كرة القدم، العراقيين، سوريا، كل هذه قطر البارحة فرحة اعتقد يعني لما خذوا البطولات كلها لا ما كانت نفس الفرحة الأمسية. عموما شوف الرياضة حلوة، تجمع ومحبة ألفة، لكن الفوز والخسارة نعم هي مش معيار لمن بالفعل كان لهم دور في خروج هذه البطولة إلى الحياة للاستمتاع. لكن المتابع والمشجع والمحب الإماراتي والشرجاوي يقول لك والله ياخذون لقب ونفرح بلقب ونفرح ببطولة. يمكن هل القدم ما مسوي لنا شيء، القدم ما فيش، يعني فريق الشارجة في القدم هذا الموسم لا مش هو الملكي. عموما نرجع لمباراتنا لبنات العرب في الامتاع وفي الابداع لهذه النجمة الكويتية اللي بالفعل نتمنى تعود الرياضة الكويتية كما كانت. هي في يوم من الايام في كرة القدم كانت امتاع، وفي كرة اليد كانت ابداع، وفي السلة كانت روعة الروعة، وفي الطائرة ما فيش كلام. هذه رياضة الكويت قبل في كل الالعاب، في الرياضات الفردية. الكويت وما ادراك بالكويت، هذه بنت الكويت، هذه بنت الكويت. شوف عندهم المواهب وعندهم الابداع وعندهم الروعة وعندهم الامتاع. كويت يا عم الكويت. عموما 4-1. رافائيل ارسال النقطة الخامسة. لا رافائيل ابداع. يلا امتعونا شوي. يلا يا لطيفة، يلا يا لطيفة. 5-1. يعني نبغي نشوف شوط فيه في حلاوة الصباح، ورد الصباح، قهوة الصباح، ووقت مستقطع. اذا سيداتي انساتي سادتي، بطولة نعم لا تخرج نجمات ولا مدربين
ولا متابعين، ولكن ايضا في هذه البطولة تتألق حتى على مستوى الاعلام. هناك من بناتنا اللي بالفعل تظهر من خلال الحوارات، فلذلك هذه البطولة مش هي باب الخروج او باب التألق او باب النجاح للاعبة او لمدرب او لمتابع، لا، حتى على المستوى الاعلامي شفنا من خلال البطولة نجمات تألقنا من خلال الحوار، من خلال بناتنا اللي بالفعل اظهروا دور رائع جدا في النجاح الاعلامي. نعم، كل التقدير لبنات الامارات، لبنات الشارجة، لبنات الاعلام هنا عندنا ايضا في قناة الشارجة. فلذلك البطولة ليس نجمات تتألق في كرة الطائرة او في كرة السلة او في الالعاب الاخرى او حتى على مستوى المدربين، لا، ولكن ايضا على مستوى الاعلامي، على المستوى الاداري، على مستوى الانتشار في قيادة الشيء التكتيكي. بالنسبة لهذه البطولة هي تكتيك رائع، ليس في كرة او في الالعاب الجماعية، ولكن تكتيك رائع في ادارة هذه البطولة من خلال الاسماء اللي تألقت وابدعت وامتعت. شكرا لبناتنا واولادنا في الاعلام وفي كل المجالات الرياضية هنا من خلال هذه البطولة. شكرا لكل القائمين عليها، طبعا ما في شك، ما في شك، ما في شك منهم عايش النقبي، ما فيش كلام، ما فيش كلام طبعا في الحوار الجميل جدا من خلال لقاءاته مع اللاعبات ومن خلال لقاءاته طبعا مع المسؤولين والمدربين والاداريين. بناتنا بالفعل فخر لنا في كل المجالات الاعلاميه والرياضيه من خلال هذه الدوره. شكرا قائدنا وشيخنا سلطان، شكرا لمن بالفعل اعطى اشاره لانطلاق تجمع بنات العرب، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة سيدي صاحب السمو سلطان القلوب. اذا من هنا من خور فكان نقول لكم صباح الفل، صباح الياسمين عليكم في الوطن العربي من المحيط الى الخليج. 8-3 اللعبة رقم 15 عنود، ارسال مع استقبال مع التحضير مع الصعود، اللي طبعا صحح لنا الكابتن وليد من خلال الادوار القادمه. نعم، المربع الذهبي ما راح يكون هالمره، هيعتمدوا النظام اللي هو نفسه كان يعتمد على نظام كره السله، ان الثمان فرق تصعد الى المرحله القادمه، يعني في مجال انك تعوض. بعدين حيلعب الاول مع الرابع من كل مجموعه، من كل مجموعه او مجموعتين مع بعض، المجموعتين مع بعض. يا عيني، هذا الكلام حيكون بكره. بعد بكره 4 مباريات في نصف النهائي. قلت لك وراح اقول لك وحقول لك، لطيفه في الاسم، شرسه في الاداء، المتألقه لطيفه طلب. شوف 10-3 ارسال، استلام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يعني شوف الشوط الرابع خلاص، قلت لك هذه مباراة لطيفة. إذا كان في هناك هدية لأفضل لاعب، وقلنا طبعا كنا تكلمنا بالحضور الجماهيري اليوم الخميس، يعني في الشارجة اليوم الخميس أجازة، خور فكان أجازة، نتمنى الحضور الجماهيري نجحوها يا هل خور فكان. عندكم النسخة الأولى، لمن اللقب في كرة السلة النسخة الماضية كانت لفريق فحيص، وكرة الطائرة سبورتنج عمل مستوى عالي جدا من خلال البطولة النسخة الماضية. ارسال الان التحضير على طول، المتألقة الزهراء منى على طول، دفاع قوي عن طريق واضحة، استقبال جميل ايضا لليبرو عندهم زينب يوسف نجمة النجوم. نعم،
نجمة النجوم. الآن الفارق كم كان؟ أصبح 12-3. شوف خلاص الفريق السوري يعني عمل الشوط الثاني بنتكلم بنسبة 90% نجاح رائع. الشوط الثالث تراجع خلاص بدنيا وحتى يمكن ذهنيا، لكن الفريق الكويتي حتكون المباراة لها دافع قوي جدا في مباراة القادمة في ربع النهائي. حتكون مع مين؟ ممكن إذا كان على نفس المجموعة حيلعب مع التل، أما إذا كان على مستوى كل الفرق يا كابتن وليد كل الفرق حتكون حياخذوا من الأول. في هذه الحالة لا تكون الأمور بالنسبة له جيدة. إذا المرحلة القادمة نظام الخروج المغلوب حتكون أصعب وهذه طبعا حتكون باكر الجمعة إن شاء الله. إرسال عنود، استقبال السوري واضحة، برافو تقليص الفارق 4-14. أصبح الفارق الآن 10 نقاط بين الفريقين. الشوط الثالث شوف التحضير بشكل جيد جدا كانت عن طريق غربة. لويزا عند الإرسال، هذه لويزا لاعبة فريق تل الدرة السوري. استقبال من رافائيل، صنعت الألعاب المتميزة نورة بهدوء هتلعبها مباشرة. لطيفة بالعقل للرايعة المبدعة الزهراء رافائيلا. ترجع مرة ثانية الزهراء تقول لسه بدري. النقطة الخامسة 5-14 5-14. لويزا عند الارسال، يلعب في هذه المباراة الأولى في هذا الصباح. شوف هي يا عيني على الدفاع. استقبال جيد، تحضير رائع، صعود أروع، لطيفة 15-5 فارق ال10 نقاط يعود يا لطيفة. عند الارسال لطيفة، نلعب في الشوط الثالث. سلوى الصباح الكويتي يذهب بشكل قوي جدا لصدارة هذه المجموعة ب3 انتصارات متتالية، لكن عنودية متأخرة. 16-15 ارسال لنجمة الفريق السوري الزهراء منى. الزهراء منى الارسال في الشبك واضح. الزهراء منى في الشبك عملت مجهود جبار هذه اللاعبة، لكن تبان طبعا من خلال الرتم او ارتفاع الرتم بالنسبة للاعبة ينزل شوي، لكن المجهود للعب على الشبك والارسال القوي بالاضافة طبعا الى اللعب على الشبك بشكل من اللعبات. يدفع الان. شوف ملاك مشاري، اللاعبة الكويتية ملاك تحضر للعبة. نشوف ملاك من اللاعبات اللي بالفعل يعني قدم ارسال. لا يا ملاك لكن شوف طبعا اعطاه فرصة ملاك في الدور الهجومي، لكن يعيد لعبة الليبرو زينب يوسف مرة ثانية. نعم يعني لا هذه المرة لا، يلعب بفاطمة ناصر. ارسال خاطئ. النقطة رقم 17 فرق 10 نقاط ومحافظ على نفس الرتم ويلعب برتم بطيء جدا ورتم خفيف ما في اجهاد، لانك انت الان تلعب الساعة كم؟ بادي المباراة الساعة 9 الصبح. حيريح المباراة ممكن تنتهي على 10 ونص بالكثير، فحيريح لين باكر. حتكون لي طبعا الفريق طبعا عمل تريح العضل اللاعبة ذهنيا وبدنيا، فلذلك لا حيدخل مباراة باكر لا عنده قوة واندفاع قوي جدا لتقديم مباراة كبيرة للذهاب إلى المرحلة الأبعد وهي نصف النهائي. الزهراء استقبال حلو عن طريق فاطمة ناصر، صعود عنود. يا سلام شولة
ولاعب رائع جدا هذه العنود. تحضير جميل بالعقل، لا برافو، متابعه عن طريق الشيخه الشمالي. دكه البدلاء الان حتشتغل بشكل كبير. يا سلام يعني شوف صفاء، ما هي الكره كانت رايحه، لكن يعني خلاص. برافو يا صفاء، برافو يا صفاء، برافو يا صفاء. شوف شوف، هي يعني على فكره هي قبل ما تلعبها كانت الكره رايحه، لكن برافو يا صفاء. ارسال الان عن طريق غزل القصير. عنود دفاع قوي فيها خطا، تقليص الفارق. يلعب الان شوف بدكه البدلاء، ولو مشت الامور بهذا الشكل حيدفع بكل الاسماء. مسمار اللاعب المحترفه خلاص ريحها، لانه يقول لك الان خلاص نتيجه المباراه عندي شوطين، والشوط الثالث الان فارق ب9 نقاط. حتمشي الامور معي بشكل جيد، لكن الان يرجع لفارق ال7 نقاط. شوف 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 العنود بالعقب مع متابعه طويله، يعني تاخذ المباراه رافائيل. رافائيل النقطه رقم 18. رافائيل يلعب على الاطراف، المربع 1 والمربع 3. رافائيل ويلعب بالنجمه المتالقه لطيفه. هذه يا رافائيل تلعب في كذا مركز في الادوار الدفاعيه، وتلعب على الاطراف على الشبك. هذه يا رافائيل، لكن اكثر شيء يعتمد عليه في المربع رقم 5. برافو 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 برافو. لا 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 لا، برافو على الدفاع. حلو الفريق السوري عن طريق النجم صفا تقلص الفارق 11-18. الاشواط كانت 25-17 و25-21. 18-11 صفا. ارسال صحيح يا صفاء، استقبال من الليبرو، تحضير للمتألقة الرائعة نجمة المباراة لطيفة طلال. تذهب النقطة رقم 19 وتعيد الفارق إلى 8 نقاط. الإرسال عن طريق شيخة علي. شيخة يا شيخ يدفع الآن باللاعب رقم 20 ملاك مشاري. سحب ملاك، يعطيها دور يعطيها دور يعطيها دور ملاك، لأن لسه لاعبة صغيرة لسه صاعدة. نعم شوف، برافو 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 الصعود في اللعبة اللي فاتت. 12-19 صفاء تبقي الامال، لاعبه قويه على الشبك. شوف صفاء تيمة، استقبال حلو. يا سلام يا سلام يا سلام على الدور الدفاعي في السكند بول بالنسبه للفريق السوري. نقطه حتفرق. الله على الدفاع، الله على الدفاع. والله كل لعبه فيها الزهراء منى تفرق مع الفريق السوري. لكن 20-12 الان دخلنا على النقاط الخمسه الاخيره. عنود ارسال، استقبال عن طريق الصفا. الزهراء في الشبك، متابعه له. خلاص انتهت الهجمه، انتهت الهجمه. ارسال الان لفريق السوري عن طريق لويزا. شوف في الارسال لويزا، يا سلام. شوف الجراءة، ما هي واضحة 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 ايضا من اللاعبات. الله على التمويه. لا 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 ما شاء الله. لا، فريق يمتلك كل مقومات التألق، مش النجاح. النجاح هم ناجحين، لكن نتكلم عن التألق. التمويه اللي عملت اللاعب رقم 9 في الفريق الكويتي واضحة، عملت التمويه والصعود، وبعدين سابتها لمين؟ لنجمة النجوم لطيفة. اللعبة القوية 21-13. لا، فريق بالفعل محترم ويحترم ورائع، فريق الكويتي. سلوى الصباح. شوف اني
هني المايسترو نورة نورة نورة، هي نورة رائعة مبدعة بالنورة. هذه نجمة فريق نورة عادل. نعم نورة عادل. الارسال نور 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 او نور، ما هي كله منور، كله منور، نورة او نور. يا عيني يا عيني يا عيني على لطيفة. شوف يا سلام يا سلام. ملك 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 ابو خليل تعيد الامور. 22-14 ملك، والارسال لنجمة الفريق السوري زهراء منى. نور نعم هي صانعة الالعاب. نور نور ونورة، والله ينور علينا وعليكم ان شاء الله. امين. شوف اين الارسال، اين الارسال. هي لا 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 لا. لويزا يعني شوي استعجلت في اللعبة اللي فاتت. 22-15. الزهراء هي اللي عندها الارسال الان. ارسال خاطئ. 23. خلاص المباراة على وشك النهاية، واول العلامة الكاملة لهذا الفريق سلوى الصباح من خلال الفوز في المباريات السابقة على دي لاسال الاردني، على الشركة الاماراتي، ثم الان على تل الدرة السوري، وياخذ العلامة الكاملة والتصدر لهذه المجموعة الرائعة جدا. فريق مبدع، فريق قدم كرة طايرة على مستوى راقي وأنيق ونجمات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف النقطة رقم 24. تتبقى النقطة الأخيرة فريق سلوى الصباح الكويتي. يدفع الآن بزهرة. تكون النقطة الأخيرة يا واضحة 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 يا واضحة يا واضحة يا واضحة يا واضحة. الله الله. باستقبال. آخر نقطة لمين؟ آخر نقطة لمين؟ الأولى حلوة، الثانية روعة، الثالثة تلعبها بالعقل. اللاعب رقم 12 زهرة. ممكن صفاء تقول لسه بدري. خلصوها بنات الكويت. 25-15 سيداتي انساتي.